اليوتيوب حذف لي الفيديو بتاع كسر السيراميك عشان كنت حاطط علم واسم فلسطين طول الفيديو. والاوسخ بقى ان لما خوارزميات اليوتيوب المدعومة بالذكاء الاصطناعي بيكتشفوا كلمة فلسطين او غزة بيوقفوا اقتراح الفيديو لاشخاص جديدة. وطبعا ده بيموت المشاهدات وبيخلي الفيديو حرفيا مش بيجيب اي مشاهدات. عشان كده انا قررت ان كل فيديو هكتب وادعم فيه اخواتنا، وده اضعف الايمان. خدوا بالكم، حرفيا دي حرب على كلمة الحق ونصرة المظلوم في كل الاعلام، واولهم منصة اليوتيوب المنحازة للكيان زي الفيسبوك بالظبط. ولكن هنقول ايه، الله المستعان. واحنا مكملين زي ما احنا وزي ما اتعودنا. قبل ما نبدأ اي فيديو تعالوا نصلي على حبيبكم صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، وندعي لاخواتنا في فلسطين، في غزة، في سوريا، في كل مكان، ان ربنا ينصرهم عاجلا وليس آجلا يا رب العالمين. يلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا يا جماعة الفيديو ده انا قلت لكم متحذف. الفيديو ده جميل جدا جدا وناس كتير هتستمتع بالفيديو ده، ولكن طلبي ليكم ان انتوا تتفرجوا على الفيديو لحد الاخر علشان ان شاء الله يكون بالنسبة لكم مفيد وتستمتعوا بالفن الجميل ده. طبعا اول حاجة يا جماعة بالنسبة للناس اللي حابة ان هي تعمل شغل زي ده بايديها، ولكن طبعا انا كنت دايما بوضح ان الشغل ده لو انت هتعمله بايدك يكون مساحة صغيرة، تكون اوضة مثلا 3 في 3، يكون مطبخ صغير، فاهمني، مدخل صغير، حاجات زي كده. لكن لو عندك مساحة كبيرة فضل ان انت تجيب صنايعي علشان يظبطها لك ويظبط لك الميول بتاعتها ويبقى الشغل تمام التمام. طبعا الرجالة هنا بسم الله ما شاء الله، المعلم عصام والمعلم محمود والمساعدين اللي معاهم ناس بسم الله ما شاء الله شغلها جميل جدا. اول حاجة بيظبطوا الارضية بالرملة، وبعد كده بيبدأوا يعملوا الخليط بتاع الاسمنت والرمل، بعد كده بيبدأوا يفردوه، بعد كده بيظبطوه او بيدرعوه وبيرشوه بالمية زي ما احنا شايفين كده. عايز اقول حاجة مهمة برضو وانا وضحتها قبل كده في كذا فيديو. الناس دي بتظبط الميول بتاعتها من بداية الرمل، يعني وانت بتبدأ ان انت تحط الرمل بتاعك وبتبدأ تسويه بتبدأ تثبته. في الحالة دي انت بتظبط الميول بتاعتك، اذا كانت مثلا ميولك هتبقى على بلاعة او على صرف او على اي حاجة من دي، او مثلا لو ميزان، مفيش مشكلة. كل الحاجات دي يا جماعة الصنايعي بيعرف يظبطها، وخصوصا لو صنايعي متمكن وخبرة في شغله، فبالتالي الموضوع ده بيكون بالنسبة له بالنظر بتتحل. طبعا الرجالة بقى بعد ما بتدك الأرضية بتبدأ تظبطها وبتبدأ تسويها تاني. وخدوا بالكم يا جماعة الأرضية بتاخد أكتر من مرحلة علشان في الآخر تبقى جاهزة للرص. إخواتنا اللي بتسأل وهتسأل على موضوع المصنعية، طبعا يا جماعة انتوا عارفين إن موضوع المصنعية دي متغير، لأن كل حاجة بتغلى وكل حاجة أصلا أسعارها مش ثابتة، فبالتالي طبعا بتلاقي في حاجات متغيرات. فأنا مش بقدر إن أنا أقول السعر في الفيديو علشان خاطر لما حضرتك تسمع الفيديو في أي وقت يعني إيه ما تحكمش نفسك بالسعر، أو أنا أربط ناس بسعر معين. فطبعا السعر يا جماعة، وانا هقول لكم على نظام الشغل بشكل عام، والمعلم محمود هو بيرسم الرسمة الجميلة دي. بصوا يا جماعة، هما الناس دي بتجيب السيراميك اللي هو كسر السيراميك والمصنعية يعني التركيب. حضرتك بتجيب الرمل وبتجيب الاسمنت والاسمنت الابيض والبودرة والحاجات دي كلها اللي هي المون انت بتوفرها، والناس دي بتجيب كسر السيراميك والمواصلات والمصنعية وبتحاسبك عليهم. انا بقول كده لان كان في ناس كتير متلخبطه مفكره ان الكسر ده الزبون هو اللي بيجيبه، فلا يا جماعه هم اللي بيجيبوا الكسر ده. وانا برضو بوضح دايما وبقول لو حضرتك عايز تعمل رسومات زي دي فانت تعرفهم علشان يعملوا حسابهم في الالوان، هم بيجيبوا الكسر، لان طبعا مش كل الوقت بيكون عندهم الوان زي دي، فبالتالي لازم حضرتك تعرفهم عشان يعملوا حسابهم، علشان ما ايه المواصلات والكلام ده كله تبقى الحاجه بتاعتهم كلها جايه مره واحده. طبعا هنا المعلم محمود بيبدأ يظبط الرسمة بتاعته، دي اسمها رسمة القلوب. دي مجموعة قلوب كده حوالين دايرة وفيها طبعا بعض الشغل. بعد ما بيخلصوا بقى بيظبطوا نفسهم الرسومات كلها وكله تمام. طبعا احنا دلوقتي يا جماعة الأرضية كلها متساوية ميزان، يعني حاجة كده بيقولوا عليها في الصنعة كف، يعني كف يعني الأرضية مظبوطة ميزان، ما فيهاش ميول ولا فيها أي حاجة. ممكن تلاقي بس فيها سنة ميل في المنتصف لأن في بلاعة صغيرة كده وخلاص، لكن باقي الأرضية كلها فهي مظبوطة كله تمام. طبعا هم هنا بيبدأوا يرصوا، والأرضية هنا معظمها فاتح، مفيش بس اللي الرسمة هي اللي الشغل فيها بيكون غامق وفاتح من الداخل. والرجاله بقى شغاله بترص كده. هنبدا ان احنا نتطرق لكذا حاجه بالنسبه للشغل ده
علشان برضو التفاصيل كلها تكون عند حضرتك وتطلع من الفيديو مستفاد لو انت ما تعرفش التفاصيل دي او اول مرة تشرفني في القناة. طبعا يا جماعة الشغل ده في ناس بتركبه في البيوت على فكرة، في الشقق وشقق عرسان كمان، لكن في ناس طبعا بتحب ان هي تعمل الشغل ده مثلا في كافيتيريا، في المخازن، في الدور الاولاني. تمام، بيبقى ممتاز جدا على فكرة. في الدور الاولاني بيبقى كويس جدا لان انت مش بتكلف، وبالتالي طبعا بتبقى عامل حاجة اسمها ردمية او بتردم كتير اللي هو الردمية بتاعتك، فده بيكون كويس بدل ما تجيب سيراميك. والسيراميك طبعا دلوقتي اسعاره غالية جدا جدا، بتتكلم في 150، ولو جبت فرز تالت بتتكلم في 120 او 115 او 130 في الحدود دي كده. وكل شركة طبعا بتحط الرقم اللي هي عايزاه، لكن بالنسبة لده لو في دور اول هيقضي الغرض معاك ويبقى تمام التمام ونظافة وكله مية مية، والسعر يعتبر الربع، وحاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا. وخدوا بالكم يا جماعة، عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا عشان الناس برضو بتخاف من الجزئية دي، وضحتها كتير. كسر ده بعد ما بيركب مفيش مستحيل ان انت تلاقيه مثلا مسنن، او تلاقي فيه حرف طالع، او تلاقي فيه مثلا حتة مسننة، او لا يا جماعة، هو كله بيبقى زي السيراميك السليم بالظبط. مش بتلاقي اي حاجة خالص بعد ما بيخلص، بتلاقي كله حتة واحدة كأنه الحام واحد. طبعا هو في الحامات كتير جدا، ولكن انا قصدي ان هو بيكون متساوي كأنه الحام واحد، مش بيبقى فيه الكلام ده خالص. خدوا بالكم، علشان برضو في ناس يعني بمجرد ان هي بتعرف ان ده كسر فبتقول لك لا، ده هو ممكن تلاقي فيه حتة تعور، حد يمشي عليها حتة تتكسر. لا، مفيش الكلام ده خالص، وعمره طويل، وفي ناس مركباه من عشرات السنين مفيش اي مشكلة. بيشتغلوا في الداخل باللونين، هم بيستخدموا لونين بس، الابيض والاسود، وده المتاح بالنسبة للرسمة دي. وهم بصراحة بيعرفوا يظبطوا نفسهم على حسب الالوان اللي موجودة عندهم. يعني لو عندهم ابيض واسود فهو بيعمل رسمة حلوة جميلة بلونين اتنين. لو عنده اكتر من لون بيبدأ ان هو يشغل نفسه ويعمل رسمة تاخد كذا لون. فطبعا دي طبعا صنعة ومهنة، وناس محترفين في شغلهم، الله يوفقهم ويوفق كل واحد بيشقى وبيتعب بالحلال. هنا زي ما احنا شايفين، كل ما بيبدأ ان هو يقفل الرسمة كل ما بيبدأ جمال الشغل يبان، والرسمة تظهر اكتر واكتر. هنا بعد ما بيخلص طبعا الناس اللي هتشتغل لازم تعمل حسابك في برميل، يا اما برميل صاج زي ده او برميل بلاستيك، علشان خاطر الخطوة دي بتاعت الزئية. هو هنا بيجيب اسمنت صافي، اسمنت اسود صافي، وبيبدأ بعد كده يحطه في المية ويقلبه كويس جدا، ويعمل حاجة اسمها خليط اللباني. خليط اللباني ده مهم جدا جدا، لان هو اللي بيثبت الجزء اللي فوق اللي هو الكسر مع الارضية اللي تحت. هو كده ثابت، ولكن طبعا الخطوة دي بنسبة 90% هي اللي بتلخص الليلة دي كلها. الباقي كله انت بتخدم على الخطوة دي. برضو يا جماعة شوف، عايز انوه لحاجة، يعني حاجة بسيطة بس مهمة جدا جدا. الصنايعي اللي هو صاحب الشغل واللي هو مسؤول عن الناس دي كلها ومسؤول عن الشغل ده، هو اللي بيذئب بنفسه. فاهميني الفكرة جاية منين؟ يعني مثلا مش هو بيخلص شغل ويقول لك لا اذوا يا رجالة انتوا الشغل وشطبوه، لا. هو ومحمود اخوه، يعني هما الاتنين الصناعية، هما اللي بيذوا بايديهم الشغل اهو. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله دي. لما تلاقي الصنايعي شغال بنفسه، تلاقيه واخد باله من شغله، وتلاقيه بيهتم بكل التفاصيل، فاعرف ان الصنايعي ده نضيف وبيحافظ على شغله وبيحافظ على سمعته. دي ما فيهاش كلام. لكن في صنايعية تانية ممكن يخلص شغل يفرد يلزق ويلا ازعي وخلص نفسك وروح. ده عايز يعد فلوس، خلص يومه ويمشي. كنت صنايعي وفاهم الكلام ده كويس. فطبعا دي حاجة يعني اشهد له بيها، لان انا حضرته في شغل كتير. الله يبارك له. طبعا معلم محمود كمان هو اللي شغال بالمدق اهوت. الناس طبعا بتوع الشغل الله يوفقهم، اقسم بالله انا ما بعمل لهم دعاية، لان الحمد لله هم الناس شغالين وعندهم شغلهم مكفيهم يعني. بس انا بقول كلمة حق. طبعا هنا يا جماعة بيبدأوا ان هم يستخدموا البودرة دي، اسمها بودرة بلاط يا جماعة، عشان في ناس كتير بتسأل. دي اسمها بودرة بلاط. بودرة البلاط دي بتحط التلات شكاير، بتحط عليهم شكارة اسمنت، اسمنت ابيض. وبتبدأ بعد كده ان انت تقلبهم كويس جدا جدا، وبعد كده بتبدأ ان انت تستخدمهم في زيت الارضية دي. طبعا زي ما بقول مهم جدا ان هم يتقلبوا كويس، وطبعا بتختار اللون اللي انت عايزه وتبدأ ان انت تضيفه. الالوان اللي بتضاف يا جماعة بتكون الوان اللي هي المركزات المائية،
مركزات بتاعت الالوان اللي هي العلب الصغيرة دي. بس بالله عليك يا اخي ابعد عن اللون الازرق، علشان في الاخر بيطلع شكله مش حلو خالص. سبحان الله، مع انه بيعجب ناس بس هي اذواق فعلا. بس اللون ده جميل جدا جدا، خصوصا انت لو جبت اللون الغامق بتاعه، اللون اللي هو الجملي او الجملي، جميل جدا جدا عن اللون اللي هو الفاتح ده. طبعا هو هنا ابتدى ان هو يفرد الارضية كلها بالاسمنت اللي هو اللباني. لو رجعتوا معايا يا جماعة الخطوات اللي اتعملت من البداية للنهاية، هتتأكدوا وهتعرفوا ان الارضية دي ثابتة زي الحديد. احنا خدوا بالكم احنا بنعمل معارض عربيات اللي هي العربيات اللي هي النص نقل والكلام ده، وبتطلع وبتروح وتمشي عليها على طول، لان دي معارض كل يوم بتطلع العربيات بره وكل يوم بتدخلهم جوه المعرض. فلازم الارضيه تكون قويه جدا وتستحمل. فده اللي انا بتكلم فيه، خدمه الارضيه من بدايه الرمل خالص لحد اللي انتوا شايفينه ده، لحد الكوي والتنظيف والكنيس اللي انتوا شايفينه ده. ده مهم جدا جدا. الخطوات دي يا جماعه بتتعمل كلها ورا بعضها، ما ينفعش تعمل نص الخطوات وتيجي تاني يوم تكمل، لا. ادام انت فردت اللي هو الاسمنت، يبقى انت لازم تخلص. فردت الاسمنت على 100 متر لازم تخلصهم، على 200 متر لازم تخلصهم في نفس اليوم، لازم وضروري. ما ينفعش لو فضلوا تاني يوم كل ده هيتشال يترمي. فخدوا بالكم من الخطوات كلها في نفس اليوم. طبعا هنا بعد ما بيخلص بيبدأ ان هو يعمل خليط، والخليط ده بيكون عبارة عن اسمنت ابيض وعليه شوية بودرة، وبيكون عليه اللي هو المركزات الالوان ده، ويبدأ يعملها زي البودرة كده، وبيبدأ يكوي بيها ويظبط بيها. الشكل النهائي يا جماعة 10/10، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا جدا. وانا بالنسبة لي الرسمة عجباني فوق ما تتخيلوا، ولكن الشغل اللي بره ده يا جماعة بصراحة عجبني جدا جدا. ورادت كمان مع الرسمة اللي في الداخل، تحفة، عامل زي الرخام. يعني الحتة اللي بره دي يا جماعة اللي هو اللون اللي هو الرصاصي، مع الحتت اللي محطوطة بشكل عشوائي دي او اللي راكبة بشكل عشوائي، تحس انها قطع من الرخام او قطع من الجرانيت متطعم بيها الارضية. طبعا الرسمة تحفة والشغل بسم الله ما شاء الله. واتمنى يا رب يكون الفيديو بالنسبة لكم مفيد، واهم شيء تعملوا لايك وتعملوا كومنت جميل، علشان زي ما قلت لكم في بداية الفيديو لازم الفيديو يكون عليه تفاعل قوي جدا جدا علشان يترفع. وما تنسوش اهم شيء ادعموا اخواتنا برغم كل شيء، هم في قلوبنا، ربنا ينصرهم ويعينهم يا رب على الكيان الظالم، وربنا يا رب يقدرنا ويستخدمنا ولا يستبدلنا يا رب العالمين. وفي النهاية أنا بشكركم جدا جدا، وآسف للإطالة والرغي الكتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.